السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة آية وهيثم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الغريبة الرائعة اللي كتجي بنينة بزاف ومعلكة وناجحة 100%. ما عليكم غير تتبعوا الاسرار والطريقة كيف غادي نقول لكم، ويعني كتجي رائعه بزاف. كما قلت لكم الا تبعتوا غير المراحل راه غاديه تنجح، وكتجي من الداخل بنينه. ها انتم شوفوا، يعني كتجي هشيشه بزاف ومعلكه، كتجي كتشهي. ودابا ان شاء الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. نبداو المقادير على بركه الله. هنا عندي 250 غرام ديال الكوك، يكون رقيق، يكون من النوع الجيد، ما تشروش داك الغليظ كيشرب لنا السوائل، وكتجي الغريبه قاصحه. ومنين تكونوا كتشريو شوفوا الا كانت الحبه غليظه ومايله للصفوريه ما تاخديش. المهم خصو تكون الحبه ديالو شويه رقيقه هكذا. عندي لاروم ديال البرتقال، انا عندي الحامض ولكني مجمد ما غاديش تحك القشره ديالو، اما استعملوا لاروم ديال البرتقال او ديال الحامض لكم الاختيار. عندي كاسونس ديال السكر سنيده، ممكن ديروا غير كاس. عندي خماره حمراء من فئه 7 غرام، كاس د العنبه ديال الزيت المائده، وهنا 250 غرام ديال السميده رقيقه اللي كنستعملوا بها الحرشه. وهنا كتبقى المقدار كيبقى على حسب المواد السائله والكوك واش كيتشرب لي او لا. هنا عندي 3 ديال البيضات. نرجعوا دابا لطريقه التحضير. هنا كنستعمل البيض ديالي كنطلقو، كنضيف عليه سكر سنيده او سكر بلاصي، المهم على حسب الاختيار. غير سنيده تكون حتى هي الحبه ديالها تكون رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف. ونضيفو دابا الزيت. دابا كنستعمل واحد الملعقه صغيره عامره ديال لاروم ديال البرتقال، حتى هاد لاروم ديال البرتقال كيعطيها واحد اللون زوين، لا هو ولا ديال الحامض. ويمكن لكم تستعملوا غير القشره او لا حتى فاني، ماشي مشكل، يمكن لكم تستعملوا حتى الفاني. ودابا كنضيفوا الكوك وكنجمعوا بيدينا. الكوك كنضيفوه كامل. وهنا كنضيفو السميده ديالي بالتدريج، ما نضيفهاش في خطره، غير شويه بشويه. يمكن لكم تدخلوا فيها غير 250 غير 200 غرام، ممكن اقل من 200 غرام، ممكن اكثر من 250 غرام، المهم على حسب النوعيه ديال الكوك كما قلت لكم. المهم هنا فاش تشوفوا بانها ما يعني جاريه صافي، يعني ما تديوهاش فيها، خليوها ربما راه يعني السميده كتعاود تزيد
تشرب لنا السوائل. هنا غادي نضيف واحد شويه فانا هنايا هزات لي 250 غرام نيشان. دابا غادي نضيف الخماره ديالي. صافي ونبدا كنشكل فيها. وهنا السكر السقيل يكون عندي من نوع الجيد. يكون سبيسيال من نوع جيد كما قلت لكم. والاخوات اللي في المدن اللي ما كيتوفروش على السكر الثقيل السبيسيال، ممكن كل 500 غرام تضيفوا لها كاس العنبه ديال المايزينا، وكان نغربلوا السكر الثقيل وكنعاودوا نخلطوه مع مايزينا ونعاودوه نغربلوه مره ثانيه. وهانتينا حصلتي على السكر كلاصي سبيسيال. ودابا كنكون عندنا مزهر كنخشيو فيه غير يدينا، ما كنخشيوش غريبه كاع بصفه نهائيه. كنكورو وكنديروا له على هذا الشكل هكا مزيان. خصها دير في سكر كلاصي هكذا بحال هذا الشكل، ونبركو عليها هكا شويه، نعاودو نعمرو لها وجهها ونبركو هكا غير شويه، نبركو ماشي بزاف بهذا الشكل. وهنا من بعد ما شكلت الغريبه ديالي كندخلها الفران سخون من قبل، كنديرها لتحت العافيه مهيله حتى تتشقق لي، هي دغيا كطيب. كنعاود نرجعها الفوق طيب لي شويه وكنخرجها وما نهزاش من اللاطه ديك الساعه، كنخليها واحد شويه على الاقل واحد نص ساعه وعاد نهزها من اللاطه. اما الا هزيتيها من اللاطه مباشره وحطيتيها كتعاود تهبط. المهم انا ندخلها الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا بالسميده والكوك كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه بزاف، كتجي معلكه وبنينه ويعني كيجي الشكل ديالها جميل بزاف. وما عليكم غير تتبعوا المراحل اللي قلت لكم بالتفصيل. الكوك يكون من نوع الجيد، سكر كلاسي كذلك، والفران حتى هو كيلعب دور. ولكن كما قلت لكم الكوك هو اللي يعني بزاف الاخوات كما قلت لكم كيتشكاو غريبه كتشرب لهم السوائل. المهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش كيف ديما ديروا لايك وتشاركوا الوصفات ديالي مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وتضغطوا على زر اشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.